انا معاكم ان اختيارات كتيره كانت في نص الملعب، ومعاكم ان كانت في لعيبه لازم تمشي منهم، مروءه منهم. انا وجهه نظري عمر جابر، بس حاليا انت برضو مش محتاج باك رايت ومحتاج باك ليفت، وخصوصا بعد اصابه فتوح وعبد الشافي، وطبعا عندك لعيبه جدا بتلعب مركز 6 مركز 8 مركز 10، عندك وفره كبيره جدا باللعيبه. كان محتاج انك لعيب، خصوصا بعد، انا بوجهه نظري ان الونش مستقبله ككوره خلاص. الونش كام صليبي في وقت قياسي، والونش من النوعيه اللي بتلعب بالصحه، ودي مشكله الونش، انه ما بيعرفش يدخل عنده دخلاته كلها واحده، عنده لازم اطلع ال 100% من قوتي، وده راجل لعيب راجل. لكن برضه في حاجات انت لازم ما تدخلش باندفاع، لازم مش كل كره داخل دبش، مش كل كره داخل بصحتي، مش كل كره لازم بدخل ده شويه، لازم احلق شويه من بعيد، لازم اتأنى، لازم افكر، لان ده اللي حصل للونش. والونش من اللعيبه اللي بتلعب بدنيا، وانا بحبه جدا، بس هو خلاص كده انا وجهه نظري الونش شبه انتهى. يعني اتمنى له انه يرجع، بس حليني بقى، انت بتتكلم في سنه ونص سنتين مش هيبقى لمس كوره يعني، خلاص هيرجع خايف، فالموضوع شبه انتهى. عندك حسام عبد المجيد المفروض تجهزه، عندك محمود فتح الله لازم يجهز، عندك طبعا ياسر حمد لازم تجهزه، لازم اللعيبه في سيرد باك لازم يبقى عندك سيرد باكات جامدين جدا. مين اللي هيلعب باك رايت؟ المسلوس هيلعب باك رايت، لازم تجهزه. فده شغل جوميز انك يجهز لك، ان نشوف مين مع عبد الشافي حاليا حين عوده فتوح، لازم مين اللي هيلعب باك ليفت، لان انت محتاج باك ليفت جامد. عندك عبد الشافي شوفه طبعا لعيب كبير، بس السن بقى انت محتاج حد معاه، ودي دور المدير الفني جوميز. على فكره شغل المدرب والمدير الفني احيانا انت بتلعب في مكان، انا بوظفك في مكان تاني بتنجح، فده الرؤيه. واللعيبه اللي موجوده لعيبه كبيره جدا، انا معاك ان كلهم 6 و8 و10 بيلعبوا الكلام ده كله، لكن انت ممكن تجيب، ممكن انت جبت موتيابا ده، ممكن هل ممكن يلعب باك ليفت؟ هل ممكن ابراهيم انداي توظفه كويس انه يلعب باك ليفت؟ فانت لازم تلعب بالورق اللي عندك، لازم تشغل الورق اللي عندك، لازم تحاول تستفاد بالورق اللي عندك على قد ما تقدر. فطبعا نادي الزمالك في وضع، انا بقول اهو الحمد لله، انت ايقاف القيد واللعيبه والصفقات شيء جميل جدا وشغل عالي جدا انت عملته، فنتمنى لنادي الزمالك التوفيق، نتمنى ان المدرب يقدر يوظف اللعيبه صح. انا عندي سامسونج اكينولا لعيب كبير ولازم ياخد وقته، لو انت بتغير مع سيف الدين الجزيري لازم يكون سامسونج اكينولا موجود، لعيبه محطه كبيره جدا، ولعيب بيعرف ولعيب جماعي مش اناني. نادي الزمالك بقى فرقه جامده جدا، وجوميز معاه طبعا. اول ماتش هيبقى ماتش جامد جدا، ماتش الاسماعيلي، فنتمنى نشوف. وطبعا الاعلام مستني يدبح في نادي الزمالك، لكن ان شاء الله نادي الزمالك بيفوز. نادي الزمالك ان شاء الله بيلعب كره حلوه بثقه، وعبد الله السعيد، انا واحد من الناس يا جماعه، عبد الله السعيد الوحيد اللي في مصر اللي بيديني ثقه ان نص ملعب نادي الزمالك اتظبط. عبد الله السعيد صاحب 39 سنه ده بيديني احساس وثقه ان نص ملعب اتظبط. انت ما كانش عندك في مصر غير عبد الله السعيد، اللي يقول لك غير كده قول له ما بيفهمش. عبد الله السعيد اسم كبير جدا، ولاعيب كبير جدا، ولاعيب يقدر يصنع الفارق، ولاعيب شويت، ولاعيب يقدر يرفع عينه يودي لك كده مصطفى شلبي، يودي لك هو الجول، يودي لك زيزو هو الجول، يشغل اكينولا، يشغل سيف الدين الجزيري. لعيب كبير، لعيب عنده المقدره. بس انا شايف هل بقى هتلعبوا 10؟ هتلعبوا 8؟ هل مين اللي هيلعب تحته؟ مع محمد شحاته، مع نبيل عماد دونجا، ولا نبيل عماد دونجا هيبدا يقعد؟ ما انت عندك وفره في نص ملعبك، لكن برضه تقدر توظف. يعني انت عندك اليمين هيبقى زيزو، مين هيلعب مع زيزو؟ محمد عاطف هتحطه هنا، ولا يبقى معاك شيكابالا؟ عندك الاوراق كتيره في نص الملعب، وانا وجهه نظري ان نجاح الفرقه من نص الملعب ودفاعها. فالمدرب جوميز قدامه وقت، قدامه يعني انا شايف فرصه حلوه ان يورينا بقى فكره، الفكر الحلو اللي هيعمله. هل هيوظف لعيبه في اماكن تانية ونشوف مفاجآت في التشكيل في نادي الزمالك، لعيبه بتنجح في اماكن؟ انا معاك ان النجاح انه يثبت اللعيب في مكانه، انه يلعب اللعيبه في اماكنها عشان تنجح بقى. يعني لعيب متعود انه يلعب باك رايت، مش ما ينفعش توديه، بس اديله يشوف هو له، اذا نجح يكمل، ما نجحش على طول يثبت كل لعيب في مكانه، ونشوف ان شاء الله. معانا ان شاء الله لعيبه كبيره، ومعانا وقت ان شاء الله ان نادي الزمالك يطلع ويرجع تاني لنادي الزمالك بجمهور نادي الزمالك العظيم، باسم نادي الزمالك الكبير. طبعا المرحله الجايه صعبه جدا، قدامك اكتر من بطوله، وان شاء الله الزمالك وطبعا الاهم، انا وجهه نظري اهم مباراه وجهه نظري نهائي الكاس. الاهلي لازم بفضل الله بامر الله تكسب الاهلي وتكسب بكوره. انا اهم حاجه عندي كانت لعيبه، في لعيبه بتلعب قدام الاهلي بتخاف في نص الملعب تخبط في بعضها. كان رؤى يا جماعه اللي المفروض بقى نبيعه، المفروض رؤى نبيعه. اي لعيب ملوش معانا يعني فايده في الفتره اللي جايه نبيعه ونستفاد بفلوسه يا جماعه. كان في لعيبه كده ما ينفعش. فانت دلوقتي عندك محمد شحاته لعيب كبير، كان بيلعب ولعب قدام الاهلي ولاعيب كبير ومنتخب اولمبي ثقه. بقت لعيبه اللي بيلعبوا في النادي الاهلي، اللي بيلعبوا في نادي الزمالك حاليا لعيبه دوليين، لعيبه مرشحين انهم يلعبوا منتخب. هو ده الصح، مفيش حد يلعب في الزمالك كان لازم يكون دولي.
ولازم اللعيب الدولي لانه له تقل في الملعب، له ثقه في الملعب. فلعيبه النادي الزمالك حاليا لعيبه تقيله ان شاء الله. مع جوميز هيبقى في شغل عال. انت عندك ياسر حمد، احمد حمدي، عندك زياد كمال، محمد شحاته، مصطفى اشرف، عندك اسمه عبد الله السعيد، ناصر ماهر، ترافيس متيابه، سيف جعفر، عندك محمد عاطف، عندك اسامي كبيره جدا نادي الزمالك جابها. فنتمنى التوفيق ليها ان شاء الله، ونتمنى التوفيق لجوميز انه يوظف اللعيبه، ونشوف نادي الزمالك بشكل افضل ان شاء الله الفتره الجايه، وان شاء الله مع نادي الزمالك. واذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. السلام عليكم.